السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. قبل اي حاجة بس تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك واشترك في فيديوهات الجديدة في اسرع وقت، متنسوش بقى تدعوا لنا في الايام دي لان الايام دي حلوة قوي. فيديو النهارده هو مراجعة انمي هايكيو زي ما شفتوا في الصورة المصغرة، فمن غير ما نطول كتير فلنبدأ. ونبدأ بقى بقصة الأنمي اللي بتبدأ ببطلنا هيناتا بعد ما اتفرج على اللاعب المشهور اللي اسمه العملاق الصغير وهو بيلعب كرة طايرة في كأس العالم. وقرر هيناتا طبعا إن هو ينضم لنادي كرة الطايرة في المدرسة الإعدادية، وبعد تدريبات كتير بينجح إن هو يوصل بأول بطولة مع فريق. ولكن للأسف الحلو ما بيكملش، وخسروا في أول مباراة رسمية ليهم واللي كانت ضد لاعب اسمه ملك الملعب. وبطلنا هيناتا كان مصمم وواثق إنه في يوم من الأيام هيتفوق على ملك الملعب ده. ولحد بقى ما بنلاقي هيناتا دخل مدرسة الثانوية اسمها كاراسنو. واول ما يدخل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، بيلاقي ملك الملعب في وشه واللي بنعرف اللي اسمه كاجياما، وهو زميله في الفريق الجديد. طرح امي. فايه اللي هيحصل بقى؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. واول شخصيه معانا هو هيناتا، واللي هو فتى قصير ما يعرفش حاجه اسمها هدوء، مش بيحب الاستسلام خالص، واللي بيميز شخصيته ان هو اجتماعي وكلامه كتير ومشاعره بتبان بسرعه وردود افعاله جامده قوي قوي، ورغم انه قصير لكن قفزته عاليه جدا جدا. وتاني شخصية معانا هو كاجياما، ولقبه ملك الملعب، وشخصيته جادة جدا جدا على عكس هيناتا، وبيكره هزاره خالص، يعني مبيحبش هزار هيناتا جدا وبيعامله بجدية دايما، وبيسعى طبعا ان هو يبقى مثالي في كل الحركات والتصرفات اللي هو بيعملها. وكاجياما طبعا من عباقرة جيله، ومستحيل يعمل تمرين غلط خالص، يعني مستحيل. وبقى من مميزات الانمي ان هو مليان بالتشويق والاثاره، واللي بيخلي عندك حماس جامد جدا ان انت تعرف ايه اللي هيحصل في المطوشه، وتطور الشخصيات وتطور مهارات لكل شخصيه، وده اللي بيخلي فيه عمق كبير جدا في القصه. وده غير تصميم الشخصيات والرسوم البسيطه اللي ادى جمال للانمي، يعني زي مسلسل الرجل العناب لو كان مصروف عليه ما كانش هيبقى حلو، لكن حلاوته في بساطته زي ما بيقول. يا نهار اسود ثعلب. وعيوب الانمي بقى بالنسبه لي ان هو ممكن يكون فيه شويه تكرار مشاهد واحداث، وده كان ممكن يضايق ناس كتير. خدت الصدمة بقى. وبرضو مده الانمي طويله بالنسبه لبعض الناس، يعني فبيس يعني. وبقى رأيي على الانمي، الصراحة الانمي ده ليه شعبية كبيرة جدا وناس كتيرة حبت العمل وانا كنت واحد منهم. فمن وجهة نظري ان شوية حاجات هي عوامل نجاح الانمي ده، زي الرسم على عكس كل الانميات التانية، فهيكل الرسم البسيط اداه جمال، وكمان شوية تفاصيل في الالوان البارزة الخفيفة اللي هو البرتقاني الفاتح والكلام ده، يعني زي ما قلت لكم نفس موضوع الرجل العناب بالظبط، اللي هو حلاوته في بساطته. يعني لو كان رجل العناب مثلا اتصرف عليه كان هيبقى مش حلو، وبرضه هيكيو نفس النظام، فاهمني؟ وايه تاني؟ والوقت بقى بنشوف اختلاف الرسم للشخصيات من الحلقة اللي قبلها، وده اللي بيدل ان هما بيركزوا على ادق التفاصيل. وغير كده فالانمي بيتمتع بجودة رهيبة جدا من التحريك، يعني حرفيا بالنسبة لي هو كان قريب جدا من التحريك بتاع قاتل الشياطين بالنسبة لي. صباح الخير يا بوسكا فندم. صباح الزفت، صباح الزفت يا حيوان. نهارك ابيض ان شاء الله. نهارك تين. وبنلاحظ ده طبعا في الماتشات، ومع الرسم الخفيف فبنحس ان هو بيدي متعة بصرية وتوازن حسي في الحلقات. وطبعا مش هننسى القصة اللي احداثها مش متوقعة خالص على عكس الانميات الرياضية التانية، يعني بنحس ان انت قاعد تتفرج على الماتش من الصالة المغطاة بجد، فاهمني؟ وكمان الانمي اهتم بالشخصيات الرئيسية والفرعية، يعني الشخصية الرئيسية كان عندها طموح عالي، الشخصيات الرئيسية كان عندها طموح عالي طبعا، وكل شخصية فيهم يعني بيحاول عندها حلم، وكمان الكاتب بيحاول يخلي كل واحد لوحده، وده ادى عمق اكتر للقصة، يعني كل شخصية ليها حلم غير الشخصية التانية. يعني انا مثلا بحلم بحاجة، والشخصية الثانوية اهي بتحلم بحاجة تانية، فدي كان حاجة جامدة وكانت فاهمين قصدي انتوا طبعا.
وطبعا بقى كل واحد ليه ذوقه، وان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية طبعا، والكلام ده احنا مش بنمشي بيه. وهناتا عمك يا مصطفى واخد بالك. والله انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في وطبعا اخويا مصطفى هينزل فيديو مقارنة بين هيناتا كان كروكو، صح؟ ايوه كروكو. هيناتا عمك يلا يا كان مصطفى، يلا هيناتا عمك. وبس دي كانت نهاية الفيديو. لو انت وصلت لحد هنا عايزينك تكتب في التعليقات هاشتاج هيناتا عم مصطفى، وانا اول واحد هبدأ بالهاشتاج دوت يا جدعان. وبس اشوفكم في فيديو جاي، وسلام.